بيحكي الانمي بتاعنا عن عالم من المحاربين ذوي القدرات السحرية والقتالية، فبنلاقي عشائر المحاربين والطوائف الدينية هم اللي بيحموا البشر من الظواهر الخارقة والكائنات الغير بشرية اللي بتحاول تقتل البشر. الا ان في عشيرة من اقوى العشائر اتمردت وبدأت تنشر الفساد في الارض، والعشيرة دي هي عشيرة وين، ونتيجة لكده باقي العشائر اتحدوا ضدهم وقدروا يهزموهم. الا ان في محارب واحد هو اللي قدر يبرز في هذه المعركة المصيرية، الا وهو المؤسس الاعظم وي يينج المعروف بووتشيان. بس طريقته في القتال كانت غير محببة من الكثيرين بسبب استخدامه للشعائر الشيطانية للتحكم في أجساد الموتى، وعشان كده في النهاية تعرض للخيانة من قبل حلفائه اللي ظنوا إن جسمه ممسوس من قبل أحد الشياطين، وكان على وشك إنه يقضي عليهم بالكامل لوحده، لكنهم قدروا إنهم يهزموه في النهاية في معركة خلدت في التاريخ باسم معركة حصار المقابر. وفضلوا سنين يعملوا طقوس لاستدعاء الأرواح لكنهم فشلوا إنهم يحيوه من جديد. فيا ترى إيه اللي وصله لإنه يستخدم الفنون السوداء والشعائر الشيطانية، وإيه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله في الأحداث الجاية. فقبل ما نكمل ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس، ويلا بينا نكمل الحكايه ونشوف ايه اللي هيحصل. عشان بعد 13 سنه من موت ووتشيان بنلاقي شاب منبوذ من عشيرته اسمه موشينيو بيحاول يستدعي روحه من جديد، وفعلا بينجح انه يعمل كده، وبيصحى ووتشيان من جديد في جسم الشاب ده، لكنه بيتفاجئ باتنين عمالين يضربوا فيه، وبيعرف منهم ان ابوه يبقى رئيس العشيره لكنه منفي في القريه دي بسبب امه وافعالها المشينه. واكيد موشينيو ده كان يائس جدا لدرجه تخليه يستخدم شعائر شيطانيه ويستخدم دمه عشان يمنح جسمه لروح واحد مشهور في التاريخ باسم السفاح الشيطاني. وعشان كده بيقرر ووتشيان انه يذل الولد اللي كان بيضربه وبيخليه يجري هو والخادم بتاعه من المكان. بس هو ليه الحمار ده بيبص له بقرف كده؟ مش مهم، لان ووتشيان بيعرف يتعامل مع الحاجات دي. وهنا بنشوف زعيمة القرية مع اتنين من المحاربين الرعاة اسمهم سيزوي وجينجي، وهم جايين القرية هنا عشان يدافعوا عنها من الارواح الشيطانية اللي بتظهر عادة في الليل. وفجأة بيدخل ابنها عليهم وبيقول لها على اللي موشينيو عمله وبيطلب منها تعاقبه. ولما بيظهر في المكان بياخد باله من الرابطة اللي على راس جينجي، لان رابطة السحاب دي هي شعار عشيرة جوسولان، ودي واحدة من العشائر الاربعة اللي خانوه قتلوه. ولما بيحاول الخدم يخرجوه من المكان بيتحمى في سيزوي وبيقول ان ابنها سرق منه حاجه مهمه، وبيهدده انه هيقطع ايده لو عمل كده تاني. وبما ان الليل قرب بيبدا الاخين يقفلوا الابواب والشبابيك، وبيحطوا تمام حمايه في كل مكان، وبيستخدموا اعلام لاستدراج الارواح. بعدها بيجي الليل وبيكتشف الخادم جثه ابن الزعيمه، وبيلاقي ووتشيان قاعد جنبها، فبيصرخ بعلو صوته عشان ينادي الحراس، وبيروح يبلغ الزعيمه باللي شافه. واول ما بتشوف جثه ابنها بتنهار من الحزن عليه وبتفضل تعيط. ولما بتكتشف ان دراعه مفقود بيجي في بالها كلام ووتشيان، وبتخمن ان هو اللي عمل في ابنها كده، لكنه بينكر وبيقول انه ما عملش حاجه. وبيقول لها سيزو انه مات على ايد الشياطين وده باين على جسمه اللي تم استهلاكه، لكنها برضه مصره ان هو اللي قتله وعايزه تعدمه. فبيعمل اهبل وبيتحرك بطريقه غريبه عشان يوريهم العلم اللي مع الجثه، وبكده قدر ياكد لها ان الشياطين هي اللي قتلته. وفجاه بيلاقي ووتشيان ان الجروح اللي على ايده قلت وبقوا 2 بعد ما كانوا 3، والجروح دي تبقى شروط لاتمام شعائر الاستدعاء اللي موشينيو عملها عن طريق انه يقتل 3 حيوات. وسبب اختفاء جرح منهم ان اعلام استدراج الارواح من ابتكار ووتشيان، وبالتالي اتحسبت عليه ان هو اللي قتله رغم انه بريء. وهنا بيقول للزعيمه ان ابنها هو اللي خرج من البيت رغم ان الرعاة حذروهم بان محدش يخرج. وفجاه بتمس روح شيطانيه جسم الخادم وبتحوله لشيطان وبيبدا يهجم عليهم. فبيمثل ووتشيان انه ضعيف وبيحاول يهرب عشان يروح مكان محدش يشوفه فيه. ولما بتيجي الفرصه المناسبه عشان يقضي عليه بيتدخل سيزوي وبيبدا يقاتل الشيطان بسيفه لحد ما بيقدر في النهايه انه يطهره باستخدام تميم التطهير. في اللحظه دي بياخد الاخين بالهم ان حال الجثه دي هو نفس حال جثه الابن، فبيجي في بالهم هو مين اللي طهر الروح الاولى مع ان مفيش رعاة غيرهم في القريه. احنا اكيد عارفين مين اللي عمل كده، بس اجابه السؤال ده مش مهمه بالنسبه لهم في الوقت الحالي لان في روح قويه في المكان. فبيحاولوا السحب دايره حمايه وبيرسلوا اشاره لعشيره جوسولان عشان من الواضح كده انهم مش هيقدروا يواجهوا الروح دي لوحدهم. وفجاه بيكتشف ووتشيان ان الجرحين اللي في ايده اختفوا، وده لان الروح قدرت تخترق الحاجز ومست جسم الزعيمه. فبيحاول الاخين يخضعوها عشان يطهروها لكنها بتفلت منهم وبتهجم على سيزوي. ساعتها بيدفع ووتشيان الاخ التاني قدام الشيطان عشان تلمس ايده تميمه الحمايه اللي على السيف، فبيضعف الشيطان وبيبداوا يهجموا عليه باستخدام التعاويذ والشعائر، وبيقدروا انهم يحاصروه ويقيدوا قوته. لكن الروح طلعت اقوى منهم وقدرت انها تكسر تعاويذهم، وبيرجع الشيطان يهاجمهم من تاني. وفي الوقت اللي هم مشغولين فيه بمحاربه الشيطان بيصحي ووتشيان جسم الابن والخادم وبيبدا يتحكم فيهم، وبيأمرهم يهجموا على الشيطان ويدمروا ايده الشمال اللي الروح كامنه فيها. وفعلا بيبداوا يقاتلوا الشيطان عشان يهزموه، لكنه قدر يقضي عليهم بكل سهوله. ساعتها بيضطر ووتشيان انه يتدخل بنفسه وبيبدا يستخدم الفنون السوداء، لكن قبل ما يتحرك حركه واحده بيلاقي الشيطان ثبت في مكانه بواسطه شعائر قويه، وبيظهر
الراعي الملقب بحامل النور والقائد الثاني لعشيرة جوسولان وانج جي، واللي بالمناسبة يبقى العدو اللدود لوتشيان في حياته السابقة، وعشان كده بيهرب من المكان قبل ما يلمحه ويتعرف عليه. بس الطريق اللي هو فيه ده مش سالك وتمام الحماية في كل مكان، وده بيخلي الهروب السريع بتاعه يتوقف بسبب وقوعه في احد الفخاخ، لكنه بيقدر يهرب منه وبيستخبى لما بيحس ان في حد جاي ناحيته. وساعتها بيكتشف ان اللي كان عامل الفخ ده واحد من عشيرة لان لينج جين اسمه ليون، اللي بيكتشف وجوده لكنه مش بيعمل له حاجة لان موشينيو اللي هو مستحوذ على جسمه ده يبقى فرد من العشيرة. وهنا بيدرك ان قائد العشيرة اللي هو ابو موشينيو يبقى جوان شان، وده واحد من الاتنين القادة اللي هزموه في معركة حصار المقابر. وفجأة بيبدأ ليون يهجم عليه لما بيجيب سيرة امه الميتة، بس هو ما كانش يعرف انها ميتة، لكن ووتشيان بيستدعي روح بشرية وبيهزمه بكل سهولة. ساعتها بيظهر فرد تاني من العشيرة اسمه وان ين، وده هو القائد التاني اللي هزمه في المعركة. فبيحاول ووتشيان يلغي الفنون السوداء اللي هو استعملها، لكن وان ين بياخد باله منه وبيدمر ورقة الشجر بنفسه، وبيأمر ليون انه يقتله، لكن وانج جي بيظهر في المكان وبيوقفه. في اللحظة دي بيوصل احد خدم عشيرة لان لينج جين وبيقول لسيده ان في سيف ازرق غريب دمر كل الشباك اللي في المنطقة، وفجأة بتظهر سحابة سوداء بتغطي على المكان وبيغضب وان ين، لكن سيزو بيعتذر له بيقول له ان عشيرة جوسولان هتعوضهم عن كل الشباك اللي دمروها، ومع ان الموضوع انتهى الا ان اليوم مش هيقدر يرجع للعشيرة الا لما يبقى معاه صيد محترم. ساعتها بيقول لهم وانج جين الجبل اللي هم فيه ده مسكون من قبل شيطان قوي جدا، قوي لدرجة انه قدر يهرب منه قبل ما يوقفوا بثواني وساب وراه الجثة اللي كان مستحوذ عليها. فبيأمر سيزوي وجينجي انهم يستكشفوا الجبل وبيشكر ووتشيان وبيمشي من المكان. في اللحظة دي بيدق ووتشيان في السيف اللي مع ليون وبيفتكر ان امه ماتت بسببه في حياته السابقة وهو لسه طفل صغير، وعشان كده بيلوم نفسه على اللي عمله معاه لانه جاب سيرتها. بعدها بينطلق الاخين لان عشان يستكشفوا المكان، ومع ان الجبل واسع بس هم رايحين ورا ليون عشان يضايقوه، وفجأة بيبداوا يهاجموا بعض وبينتهي الامر بدفع ليون جوه كهف مظلم. والمقلق في الموضوع انهم لما بينادوا عليه مش بيرد عليهم، فبيدخلوا الكهف عشان يدوروا عليه لكنه طلع مستخبي وبيحاول يخوفهم عشان يضحك عليهم، لكن الموضوع شكله هيقلب جد بسبب التمثال الغريب اللي موجود في الكهف. وفجأة بتنور الشموع الموجودة في المكان وبيظهر الشيطان اللي كانوا بيحاربوه في القرية وبيحاول يستحوذ على حد منهم، لكنه بدل ما يعمل كده بيتحكم في التمثال وبيبدأ يهاجمهم. ساعتها بنشوف ووتشيان وهو بيستخدم فن الاستدعاء وبيهاجمه لكنه مش بيقدر يوقفه، فبيستخدم رعاة عشيرة لان لينج جين الادوات السحرية عشان يسجنوه وبيفتكروا انهم فازوا، الا انه بيقدر يحرر نفسه وبيولع في الغابة. فبيهجم عليه ليون وبيحاول يهزمه عشان يثبت نفسه في العشيرة، بس هو ما يعرفش خطورة الروح دي وقد ايه هي قوية. هنا بيتدخل ووتشيان وبيبدأ يستخدم الشعائر الشيطانية وبيتحكم في جثة محارب قوي اسمه وين نينجل معروف بالجنرال الشبح، وده قوي كفاية انه يواجه الروح الشريرة دي. فبيهجم عليها وبيخضعها وبيبدأ سيزو يطهرها، الا ان عشيرة لان لينج جين عندهم هدف تاني وهو القائد وين، لكنه بيهزمهم شر هزيمة. ولما بيهجم على اليوم بيوقفوا ووتشيان باستخدام الفلوت اللي هو لسه صنعه من الاشجار الموجودة في المكان، بس القائد وين بيحاول يتصدى لوتشيان وتحكمه في جسده. في اللحظة دي بيظهر وانج جي وبيوقفه وبيخليه يهرب من سيطرته، لان زي ما قلنا قبل كده اساليبه دي هي اللي خلتهم ينقلبوا عليه ويقتلوه. وفجأة بيظهر الزيديان المقدس الخاص بوان ين وبيحاول يقتل ووتشيان، لكن وانج جي بيصده، فبيحاول يهرب لكنه بيوقفه بالزيديان وبيتفاجئ انه ما قدرش يطرد روحه لانه فاكر ان جسمه موشينيو ممسوس من روح شريرة زي ما كانوا فاكرين مع ووتشيان زمان، بس الحقيقة هي ان جسمه موشينيو بقى ملكه بعد طقوس الاستدعاء اللي هو عملها. ورغم كل ده هم ما يعرفوش ان اللي قدامهم ده يبقى ووتشيان مش موشينيو، بس هو بيستخدم الفنون السوداء وعشان كده هيقبضوا عليه، لكنه بيتحامى في وانج جي اللي بيوافق انه يدافع عنه لانه برغم استخدامه لاساليب محظوره الا انه بيحاول يعمل الخير، وعشان كده بيقرر انه يرجعه معاه المقر عشيره جوسولان، وهناك بيرفض انه يفضل معاهم عشان عايزينه ينام في اسطبل الحمير. ده غير ان قوانينهم اللي ما كانتش عاجباه في حياته السابقه زادت وبقت اشد، وبما ان مالهمش سلطه عليه فهم ما يقدروش يمنعوه من الرحيل. فتعالوا كده نرجع لورا 7 سنين قبل موت ووتشيان في حصار المقابر، في فتره كان السلام فيها هو الوضع السائد. وفي الاحداث الجايه هنشوف بدايه معرفه ووتشيان بوانج جي. كان وقتها ووتشيان عايش مع عشيره جوسولان بيتعلم على ايد القائد بتاعهم، بس هو كان شاب مهمل وشقي بينام الفجر وبيصحى الظهر زي حال معظم الشباب في الوقت الحالي. ولما كان بيصحى لا كان بيدرس ولا كان بيتدرب، كان بيروح يصطاد ويقطف ورد من المزارع. وهنا بنشوف ووتشيان مع وان ين وهم بيتسابوا عشان يشوفوا مين الاسرع، وهم واقفين يرتاحوا بيمر واحد من اقوى المحاربين في عشيره لان لينج جين اسمه زيشوان، وبسبب غروره وتكبره بيفكر ووتشيان انه يعمل فيه مقلب، لكن وان ين بيحذره من انه يعمل كده لانه يبقى خطيب اخته وهيتجوزوا قريب. وهنا بيقابلوا واحد اسمه هاي سانج بيحذر ووتشيان من ازعاج وانج جي لانه جد قوي في معاملته، وهم بيتكلموا عنه وبيجيبوا في سيرته بيلاقوه في وشهم وبيبص لوتشيان بغضب. فبيسالوا هاي سانج على اللي عمله عشان يبص له كده، فبيحكي له ووتشيان على اللي حصل معاه اول ما وصل المكان. في مره وهو بيتسلل عشان يشرب منكر خارج العشيره قابله وانج جي وهو بيرتكب الفعل الممنوع ده، وده لان شرب المنكر محرم وفقا لقواعد عشيره جوسولان، وعشان كده هاجمه عشان يمنعه ويقبض عليه لكنه ما قدرش يوقفه بسبب خفه حركته، وده هو السبب اللي مخليه مش طايقه وبيبص له بغضب.
غضب. بعدها بيبدأ الدرس وبيبدأ القائد تشيرين يقول لهم القوانين والممنوعات، لكن ووتشيان قاعد سرحان ومش مركز معاه وحاسس بالملل، وعشان كده بيبدأ القائد تشيرين يسأله أسئلة تاريخية لكنه بينبهر بإجاباته لأن كلها إجابات صحيحة. فبيسأله سؤال صعب عن تطهير روح غاضبة لواحد أعدم 100 شخص، فمش بيعرف يجاوبه، وعشان كده بيبدأ وانج جي يجاوب وبيقول الطرق الممكنة لتحرير الروح. أول حاجة هي إنهم يشوفوا أمنيته إيه وينفذوها له، ولو الأمر ما نجحش هيسجنوه ويبطلوا طاقته، ولو فضلت قوته وغضبه مكملين ساعتها هيقضوا عليه. ودي كده هي الطرق الثلاثة المتاحة لتحرير الروح. إلا إن ووتشيان شايف إن في طريقة مختلفة عن كل اللي هو قاله، ودي طبعا باستخدام الفنون السوداء اللي هو بيحبها، وده عن طريق إعادة إحياء ال100 شخص اللي هو قتلهم بطاقة الحقد المتغلغلة في أجسادهم وينتقموا منه. وعشان كده بيغضب القائد تشيرين وبينفر منه بسبب تفكيره المهين للأخلاقيات والقواعد، لأن طاقة الحقد دي طاقة شريرة ممكن تفوق تصوره لدرجة تخليه مش قادر يسيطر عليها. وده نفس اللي شفناه بيحصل مع الجنرال الشبح وهم بيقاتلوا الإيد الشيطانية بعد 20 سنة من الوقت الحالي. وعشان كده بيطردوا القائد تشيرين من المكان وبيقول له انه ما يستحقش يعيش اصلا. بعدها بنشوف مجموعة من القرويين مستنيين مركب للرحيل عن قرية كيوشن في ارض عشيرة وين، وفجأة بتظهر اشباح المية وبتهيج البحر وبتحاول تموتهم وتدمر المركب، لكن لحسن الحظ بيوصل رعاة عشيرة وين وبيبداوا يطردوا الاشباح من المكان. بس المشكلة هنا هي انهم ما قدروش يطهروا البحر، هم خلوا الاشباح يبعدوا عن المكان ويتجهوا لارض عشيرة جوسولان. وهنا بنشوف هايسانج وهو بيقول لوتشيان يفكر كويس في الكلام اللي هو قاله في الدرس، ومع ذلك هو شايف ان فكرته حلوة جدا ومتحمس لها، عشان ساعتها المناطق المشبعة بطاقة الحقد مش هتبقى محظورة لانهم هيبقوا قادرين يتحكموا فيها. الا ان وان يم مش موافق عليها وشايف ان الطريقة دي زي ما تشيرين قال مهينة للاخلاقيات والقواعد. بعدها بيتوجهوا للمكتبة عشان القائد تشيرين طالب من ووتشيان انه ينسخ كتاب معين 3 مرات، بس هو بيفكر انه يتملص منه ويخلي هايسانج هو اللي ينسخها، لكنه للاسف مش هيقدر يعمل كده عشان القائد تشيرين بعت وانج جي عشان يراقبه، فبيحاول يضايقه عشان يمشي من المكان لكنه بيتجاهله ومش بيرد عليه، وعشان هو مستفز بيكتم نفسه عشان يعاقبه ومع ذلك بيفضل يستفزه، فبيضطر يفك السحر من عليه عشان يرجع يكمل اللي هو بيعمله. وبيعدي على الموقف ده شهر بينهي فيه ووتشيان تدريبه ودراسته على ايد القائد تشيرين، فبيقدم رسمه هديه لوانج جي بمناسبه رحيله. وطبعا زي ما عرفنا قبل كده انه جد جدا في معاملته وعشان كده هو متضايق من اللي هو عامله ده، وزياده على كده بيلاقيه راسم رسومات قليله الادب في الكتب، فبيمسك سيفه عشان يأدبه وبيبدا يستجمع طاقته وبيهجم عليه، فبيجري الاثنين على الكتاب اللي فيه الرسومات، وبيفضل ووتشيان يستفزه ويعصبه لحد ما بيوصله لانه يدمر الكتاب، وبيأمره وانج جي انه يطلع بره المكتبه. وهنا بتظهر اشباح الميه من تاني في البحر، بس المره دي مش جايه لوحدها لان المكان مليء بجثث الموتى. بعدها بنشوف ووتشيان قاعد مع وان ين اللي بيأنبه على اللي بيعمله، لكنه مش فارق معاه حد وحابب يعيش اليوم بيومه، وكل اللي همه دلوقتي هو الجو الجميل اللي هم فيه والوجبه الجامده اللي قدامه. وهنا بنشوفه رايح ورا ريحه المنكر اللي بيحب يشربه، وفجاه بيخبط المركب بتاعه في مركب زيشوان اللي بيفتكر انه قاصد يعمل العمله دي، لكنه بيتاسف له لانه ما كانش منتبه للطريق، فبيتعصب زيشوان وبيقول له انه مش عايز غير ان عشيرته يبعدوا عن طريقه. وبيجي هايسانج عشان يلطف الجو شويه، لكن اخوه الكبير مش راضي يسكت وبيغلط في ووتشيان اكتر واكتر. وفجاه بتظهر غيلان الميه في المكان وبيبداوا يهاجموا المدينه، وبيحاول واحد منهم انه يهجم على هايسانج. ساعتها بيظهر احد الرعاة اسمه شيتشن وبينقذه، وبيظهر وانج جي وبيهاجم الغيلان في الميه، لكن الباقيين بيهربوا من المكان، فبينطلقوا عشان يدوروا عليهم عشان يخلصوا منهم. وبنلاقي ووتشيان بيقول ان البحيره مليانه بطاقه الحقد وعشان كده الغيلان بتنجذب للمكان، لكن طبعا وان ين بيحذره من انه ينفذ اللي هو بيفكر فيه. وفجاه بيهاجم ووتشيان المركب اللي عليه وانج جي، فبيهرب لمركب تاني ومش فاهم ليه بيعمل كده، لكنه اول ما بيقلب المركب على ظهره بيتضح سبب افعاله المتهوره، وهو عارف انهم تحت المركب لانه كان غاطس في الميه اكتر من اللازم، وده معناه ان كان في حموله زياده. ده هو طبعا السبب اللي قاله لهم لانه ما يقدرش يقول انه بيستغل طاقه الحقد اللي ماليه المكان. بعدها بيظهر اشباح الميه وبيبدا الرعاة يتعاملوا معاهم، وفي العرف عندهم لازم كل محارب يسمي سيفه باسم يليق بيه، الا ان ووتشيان مسمي سيفه المش مهم لانه مش مهتم يسميه، ودي اسمها سخافه ولا مبالاه من وجهه نظر وانج جي. وهنا بيطلعوا الشبكه اللي في الميه والمفروض انها مليانه بالغيلان، لكن للاسف مش ده اللي ظاهر قدامنا، وبترجع اشباح الميه تهجم عليهم تاني وبيدمروا كل المراكب بتاعتهم. وبنشوف هنا ووتشيان بيهرب منهم عشان ينقذ الراعي اللي في ايده، واول ما بيظهر وانين عشان يساعده بيقع في قبضه الاشباح وبيسحبوه تحت الميه، وفي لحظه ضعف منه بتظهر جواه رغبه شديده انه يستخدم طاقه الحقد، الا ان وانج جي بيسحبه من هدومه وبيخرجه من الميه وبينقذه منهم، بس هم لسه ما هزموش الكائنات المرعبه اللي كانوا بيواجهوها لان الموضوع صعب عليهم، وعشان كده هم لازم يحطوا خطه محكمه تمكنهم من تطهير البحيره. والاشباح دي المفروض انها بتظهر في الاماكن اللي فيها حوادث غرق او تحطم للسفن، زي ما شفنا قبل كده المكان اللي فيه جثث الموتى، وساعتها بيعرفوا انهم جايين من ارض عشيره وين، لكن للاسف اكتر من نص عشائر الرعاة بيتبعوهم وعشان كده مش هيقدروا يعملوا لهم حاجه، وده لان اللي بيحاول يتمرد عليهم بيتم معاقبته وغالبا بيعدموه. وهنا بياخد ووتشيان هديه من واحده من سكان القريه عشان تشكره على مساعدته ليهم وقت هجوم الغيلان، فبيسالها لو كانوا شايفين وانج جي جميل، ودي حاجه مش بيقدروا انهم
ينكروها، وعشان كده بيبص الناحيه التانيه من الخجل. بينكشوا ووتشيان عشان يضايقوا، وهنا بنشوف وانج جي قاعد بيخطط عشان يشوف ازاي هيطهروا البحيره من الاشباح اللي فيها. فبيقول ان اصلها لازم يختفي، بمعنى ان الجثث اللي اتسببت فيها لازم تتحلل، بعدها لازم الميه تتعرض للشمس لمده 3 ل 5 سنين. وطبعا كل ده مش مناسب لبشر اعمارهم عاديه مش مخلدين. في الوقت ده بيكون ووتشيان بيتسلل بالمنكر اللي جايبه من خارج الاسوار، لكنه بيلاقي وانج جي واقف مستنيه تحت المطر، وبيقول له انه هيتعاقب على العمله اللي عملها دي، لان المفروض ان ده وقت حظر تجول، وغير كده فشرب المنكر محرم. ولما بيرفض ووتشيان بيستل سيفه عشان يواجهه، فبيحاول يهرب منه، لكن وانج جي بيوقفه وبيهدده لو ما استسلمش للعقاب، لكنه بيهرب منه تاني وبيحاول يقنعه ان دي هتبقى اخر مره. لكن وانج جي مش ممكن يتهاون مع اي حد يكسر القوانين، وعشان كده بيعمل ووتشيان حاجه ما كانتش تخطر في باله، وهي انه بيجبره على الخروج بره الاسوار عشان لو اتكلم هما الاتنين يتعاقبوا. لكن طبعا حاجه زي دي مش ممكن تهزه، ومش بيرفض وانج جي انه يتعرض للعقاب، وبيتعاقب الاتنين بالفعل على كسرهم للقوانين بالضرب على اجسامهم. واضح كده ان المواقف الوحشه بين ووتشيان ووانج جي كتير. وهنا بيرفض انه ينزل من على ظهر وان ين بحجه انه مش قادر يمشي. وهم ماشيين بيلاحظوا ان المعلم تشيرين رجع من رحلته وقاعد مع شيتشن، وهو كان مجتمع مع قاده العشائر في مؤتمر بيتعمل بشكل متكرر كل فتره. لكن الغريب في الموضوع هو ان رغم اللي بتعمله عشيره وين من جرايم وتغيير في الحقائق، الا ان محدش جاب سيرتهم في المؤتمر. بمعنى اوضح، موضوع غيلان الميه والاشباح اللي في البحيره اللي جايين من ارضهم دول ما كانوش اول جريمه يرتكبوها ضد عشيره تانية، لان المفروض ان كل عشيره تتعامل مع المخلوقات اللي في ارضها، لكنهم ما عملوش كده. وهنا بيقول تشيرين انه قدر يقبض على شويه زومبي، وبيطلب من شيتشن يبلغ وانج جي انه يتعامل معاهم، وبيقول له برضه انه عرف اللي ووتشيان عمله مع وانج جي، وساعتها بياخدوا بالهم من وجود الثلاثه دول في المكان. وبعد ما بيمشي تشيرين بيطلب منهم شيتشن انهم يظهروا نفسهم، وبيقول لووتشيان على طريقه تخليه يتعافى من اللي هو فيه في خلال ساعات بدل ما يضطر يستنى ايام. وبالليل فعلا بيظهر في الينبوع اللي بيتعالج فيه وانج جي، ورغم انه بيقول له انه بيحترمه وزعلان من اللي حصل معاه بسببه، الا انه بيبدا يضايقه بالكلام عن البنات، لانه عارف انه بيحرج من الحاجات دي. وفي النهايه بياخد هدومه وبيستعد عشان يمشي من المكان، وفجاه بيسمعوا صوت الزومبي اللي تشيرين قبض عليهم بعد ما هربوا من حبسهم، فبيتحركوا من مكانهم وبيبدا وانج جي يتعامل معاهم. وبيوصل وان ين وتشيرين وبيدوا له آلته الموسيقيه اللي بيحارب بيها والمسماه بالجيجن، وبسهوله جدا بيهزمهم وبيوقف هيجانهم. في الوقت ده بنشوف ووتشيان بيتعامل مع زومبي تانيين بيحاولوا يهربوا، لكن قتالهم من غير اداه سحريه صعب جدا، وعشان كده هو مش قادر يتعامل معاهم، فبيحاول يهرب منهم لحد ما توصل المساعده، لكنهم بيوقفوه. وبيظهر قدامه ارنب في المكان فبياخده وبيهرب منهم، لكن واحد منهم بيجرحه في كتفه وبيهجم عليه واحد تاني من ظهره. وفي اللحظه دي بيحصل ما لم يكن في الحسبان، بيكتشف ووتشيان وجود طاقه حقد في المكان، وبيبدا جسمه يمتصها لا اراديا، وده بيخلي الزومبي يبعدوا عنه. وهنا بيظهر وان ين في المكان ومعاه سيف ووتشيان عشان يساعده، لكن في النهايه بينتهي الامر على ايد وانج جي، وبيوقف الزومبي بالشعائر السماويه. وبعد ما بيمشي من المكان وبياخد الرعاة الزومبي عشان يحبسوهم، بيبدا وان ين يعاتب ووتشيان وبيحذره من اللي حاول يعمله، عشان لو حد اكتشف انه استخدم الشعائر السوداء المحرمه مش هيسيبوه على قيد الحياه. فبيعتذر له ووتشيان وبيقول له ان الامر ده خطير جدا لدرجه انه استحاله يكرره تاني. بعدها بنشوف ووتشيان مع وان ين في مكان ما بيتكلموا فيه عن مؤسس عشيره جوسولان، فبيجيب سيره البنات وبيسال عن الطيب اللي زي شوان بيعجب بيه، مع العلم ان البنت اللي هو خاطبها تبقى بنت عم ووتشيان. فبيرد عليه بكلام بيضايقه، وده بيخليه يتخانق معاه عشان ما ينفعش يقول كده عليها. بعدها بيجي جيانج عم ووتشيان لارض عشيره جوسولان عشان يرجعوا معاه لعشيره لان لينج جين، ولما بيوصل بيلاقي بنت عمه اللي اسمها شينجي في انتظاره، فبيقول لها قد ايه هي وحشته، وبيدي لها هديه من ارض عشيره جوسولان. وبيسالها جيانج عن مكان امها، فبتقول له انها في ساحه التدريب، واللي دلوقتي بنلاقيها بتعاقب الشباب عشان يبقوا اقوياء ويقدروا يحموا العشيره. ولما بيوصلوا لساحه التدريب بينحني ووتشيان وبيرحب بيها، لكن شكلها كده مش فرحانه برجوعه، وبتقول لجيانج ان دلعه ليه هو اللي مخليه يعمل خناقات ومشاكل مع كل اللي حواليه، قصدها على الخناقه اللي حصلت بينه وبين زي شوان. فبتهديها شينجي وبتقول لها انه كان شاطر جدا هناك وما قصرش في حاجه، ده غير ان قائد عشيره جوسولان بيشيد بيه. وبعد ما بتمشي من المكان بتقول له شينجي يسلم على الشباب عشان بقاله فتره ما شافهمش، وبيقول لهم ان العقاب اللي هم فيه ده ارحم بكتير من نسخ الكتب اللي كان بيعمله لما بيغلط، وبيكلمهم عن الحاجات اللي اتعلمها والقوانين الكتيره اللي هم مشهورين بيها. وبيجي الليل على ارض عشيره لان لينج جين، وبنشوف جيانج بيدي هديه ليو عشان يصالحها، واللي عباره عن دبوس شعر شاف انه هيليق بيها وبجمالها. وبيقول لها انه اتفق مع ابو زيشوان انهم هيفسخوا الخطوبه اللي بين العيلتين، وده لانهم شايفين ان العلاقه بين زيشوان وبنتهم مش كويسه. هما كانوا فاكرين انهم بيحبوا بعض، لكن واضح كده ان مش دي هي الحقيقه، والكلام اللي قاله زيشوان لووتشيان وخلاه يتخانق معاه هو اللي بين لهم كده، وعشان كده هما شايفين ان هما ما ينفعش يجبروهم على جوازه بناء على رغبه اهلهم. فبتفكروا ان ده هو اللي حصل معاهم هما الاثنين، انهم يعني اتجوزوا بعض بناء على رغبه اهلهم لمصلحه العشيره. فبيتاسف لها وبيقول لها ان مش قصده يضايقها بكلامه، وبترجع تاني تجيب سيره ووتشيان وبتلومه على فسخ الخطوبه، وبتقول له ان لو ابنه هو اللي كان عامل المشكله ما كانش راح له بسرعه كده عشان يلحقه. وبتمشي من المكان وهي متضايقه بعد ما قالت الكلام الصعب ده. وزي كل مره بنلاقي ووتشيان بيتصنت عليهم وسمع كل اللي هي قالته عليه
عليه وعشان كده هو متضايق من نفسه. وفي طريقه وهو زعلان كده بيقابل شينجي وبيقعدوا يتكلموا مع بعض، فبتقول له انها بتحترم زيشوان لكنها في الحقيقه مش بتحبه، وبتحاول تواسيه وبتقول له انه اكيد اتخانق معاه عشان قال حاجه ضايقته، لانه استحاله يعمل مشكله زي دي من غير سبب. فبيقول لها ان زيشوان متكبر واناني وما يستحقش بنت طيبه زيها، ده غير ان هي بتدور على حب حياتها وفارس احلامها اللي ممكن تكمل معاه حياتها. وبعد مرور سنه من رجوع ووتشيان لعشيرته بيجي وقت رجوع وانين هو كمان، واول ما بيوصل للقريه بيلاقي ووتشيان غرقان في الميه، لكن دي هي طريقته للترحيب بيه بعد المده الطويله دي. فبيساله عن الشباب وبيعرف منه انهم دلوقتي بيتمرنوا على الرمايه، لان المؤتمر اللي هتتجمع فيه العشائر هيبتدي السنه دي بمباراه للرمايه، واللي هتستضيفه مدينه كيوشن التابعه لعشيره وين والمعروفه بالمدينه التي لا تنام. وبكده للاسف يكون خلص فيديو النهارده يا ابطال. فلو عجبكم الملخص ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس، واستنوني في فيديو جديد وملخص جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.